السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء السعادة على قلوبكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض الحلويات الحلوة دي. حلويات جميلة كده تفكرك بالزمن الجميل او بأيام زمان. اكيد في منكم عارفها. الحلويات دي اسمها شباك الحبايب او الوردة البيضاء، هي ليها اسامي كتيرة قوي. هي تقريبا كده والله اعلم يا مغربية يا عراقية. يعني بصوا هي واخدة من ده على ده يعني، بس هي مش مصرية. تمام، هنعملها مع بعض بمكونات سهلة خالص وبسيطة. معايا هنا دي بيضة حطيناها بقى في شفشق الخلاط، ونص كوباية لبن ونص كوباية مية، نص لبن ونص مية. تمام. ومعايا كيس واحد بس فانيليا او رشة فانيليا. ومعايا هنا بصوا دي ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنا ما كانتش مكملة معايا ربع، فانا كملتها ربع بشوية تانيين. تمام كده. وهنحط هنا رشة الملح، وهنحط معانا كوباية واحدة بس دقيق هننخلها. يبقى هنا معانا بيضة ونص كوباية لبن، نص كوباية مية، كيس واحد فانيليا، رشة ملح، وربع معلقة صغيرة بيكنج باودر. وهنا حطيت معلقتين نشا هرميين كبار، دول اخر حاجة. وكل ده كده ضربته في شفشق الخلاط زي ما انتم شايفين، او بالهاند بلندر او بالمضرب اليدوي، يعني اللي يريحك. هي سهلة خالص، بأي حاجة هتشتغل معاكي. تمام، بس اهم حاجة يكون القوام بتاعها ناعم، فانا استسهلت هنا بقى في شفشق الخلاط. بيطلع قوام ناعم وحلو جدا، مش بيحتاج كمان ان انا اصفيه. شايفين القوام بتاعها حلو قوي. هركنه بقى هنا على جنب، ونشوف بقى الأداة اللي احنا هنشتغل بيها. هي دي الأداة بتاعت شباك الحبايب أو الوردة البيضاء، أو ليها أسامي كتير يعني. فهي بتيجي كده معاها 4 قطع. شايفين دي القطع ليها اشكال كتيرة قوي، اشكالها كتير على فكرة. انا اخترت الشكل ده لان فيه بيبقى كارت كده على بعضه في القطع بتاعته، بيبقى كل كارت الاشكال مختلفة، فانا اخترت الاشكال دي عجبتني. بتتركب بالطريقة اللي انا وريتها لكم كده دي. شايفين؟ هنجرب بقى كل الاشكال دي مع بعض. معايا هنا زيت. طبعا الزيت هنا سخن، سخنته درجة الحرارة بتكون متوسطة، بس احنا بنحطها الاول في الزيت نسخنها كويس، وبعد كده ننزل بيها في العجين. ما بننزلش للاخر، بننزل بس لحد الحرف بتاعها، لانك لو نزلتي بيها للاخر والعجين غطاها مش هتعرفي تطلعيها من العجينة. تمام. ببدأ اهزها كده من فوق لتحت، هي بتطلع. درجة حرارة الزيت متوسطة، يعني ما بتكونش سخنة قوي وما بتكونش باردة. تمام، درجة الحرارة متوسطة. لاني لو سخنة قوي هتحمر معاكي بسرعة، فمش هتلحقي يعني بصراحة ان انتي تشتغلي فيها. ولو باردة برضو هتاخد معاكي وقت جامد في التسوية، يعني الافضل ان درجة الحرارة متوسطة. شايفين الطريقة بتاعتها؟ يا دوبك كده بروح جاي احطها في قلب العجينة. دي كوباية الدقيق اللي احنا عملناها في العجينة كده، واشيلها واحطها في قلب الزيت، وبايدي كده احركها من فوق لتحت او يمين وشمال، بتبص لها تطلع على طول. ولو ما طلعتش هنشوف دلوقتي هنطلعها ازاي. اهو بالعصايه بتاعت شيش طاووق كده، وبروح جايه مطلعها مسلكاها كده بتسلك على طول، وابدا اقلبها. عايزه اقول لكم ان في ناس بيحطوا مع المكونات اللي احنا حطيناها في شفشق الخلاط دي معلقه سكر. انا ما حطيتش هنا سكر بصراحه، لان السكر بيدي لون. يعني حتى السكر في المعجنات والحاجات اللي احنا بنحطها فبيدي لون بسرعه. انا مرضتش احط سكر علشان ما تاخدش معايا اللون الغامق. دي اولا. ثانيا هي ممكن تاخد معايا اللون الغامق لو انا سبتها زياده عن اللزوم في قلب الزيت. فانا لازم تبقى ايدي سريعة يعني، او حد يبقى واقف معاكي انت شغالة، وحد واقف معاكي يقلب ويطلع بسرعة. تمام، علشان ما تاخدش معاكي لون. انا معايا هنا طبق فيه مناديل مطبخ، وببدأ اطلع عليها اللي بيطلع. يعني زي ما انتم شايفين كده، ايد شغالة هنا وايد شغالة هنا، فالافضل حد يكون واقف معاكي علشان تطلعي كله لون واحد. سهلة جدا وجميلة وسريعة واشكالها حلوة قوي. هنا برضو هبدأ اسلكها كده اهي، بحركها من فوق لتحت، يا دوبك مجرد بس ما بعملها بالعصاية حركها كده بتنزل. هنبدأ نحطها في العجينة. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، اشتراك لو انتوا اول مرة تشوفوا قناتي على يوتيوب، وتابعوني على صفحة الفيسبوك. انا سايبالكم صفحة الفيسبوك هتلاقوها موجودة، موجودة على القناة. هنبدأ بقى نعمل الكمية دي. عايزة اقول لكم ان ما شاء الله الكمية اللي احنا عاملينها اللي هي كوباية دقيق، يعني لو حبيتي تجربي جربي الاول في كوباية. والمقادير هنا على فكرة مظبوطة 100%.
هتعمل لك كمية كبيرة جدا، يعني هنعمل كمية كبيرة قوي. انا اول مرة جربتها بصراحة، اول ما جبت الاداة دي عملت كوباية الدقيق، بصراحة ما قدرتش اكملها، يعني عملت حوالي نصها اللي انا عملته في الزيت قليته، وعينت بقية الكمية في التلاجة. يعني لو انتي مش قادرة تكمليها او عملتي كوبايتين دقيق ممكن تعملي شوية والباقي بتغطيه، اهم حاجة بس تغطيه وتحطيه في التلاجة عادي خالص، وتطلعيه تاني يوم تشتغلي بيه مش هيقول لا، وهيشتغل وهتبقى زي الفل. شايفين هنا بتبدأ يعني بتاخد لون معانا بسرعة، يعني بتتلون بسرعة، فعشان كده لازم ايدك تكون سريعة. طبعا الشكل ده انا عملت بيه شوية دول، شايفين ما شاء الله حلو قوي، وزي ما انا قلت لكم ايدك تكون سريعة علشان ما تاخدش معاكي لون. الشكل التاني اللي انا هبدأ معاكم بيه برضو يبقى ده الشكل الاولاني، وشايفين العجينة ما شاء الله كمية العجينة انا حاسة ان هي ما بتخلصش، ما بتخلصش بجد. شكل الفراشة ده تاني شكل. هبدأ اعمله برضو بنفس الطريقة، ايدك تكون سريعة علشان خاطر ما تحمرش معاكي او ما تاخدش لون معاكي. والزيت كمية الزيت تكون كويسة، يعني ما يكونش الزيت شوية، لا يكون كويسة تغطيها، علشان كمان ما تاخدش لون، يعني ما تاخدش لون من تحت ومن فوق تكون مش متحمرة، لا لما يكون الزيت كتير بيكون افضل. شايفين ده شكل الفراشة، ده الشكل التالت اللي هو شكل الوردة اهو، هي 4 اشكال احنا عملنا كده، ده الشكل التالت. شايفين ما شاء الله اهي سريعة جدا، انا بحاول هنا كمان اسرع ايدي، يعني غير ان انا مسرعه لكم الفيديو بس انا كنت بشتغل بسرعة. ومعايا هنا طبعا العصاية الشيش طاووق اللي انا بقلب بيها وبشيلها بيها، يعني انت بقى باي حاجة كده بتبدأي تقلبيها بالشكل ده، وزي ما انا قلت لكم الزيت لما يكون غزير او كتير بيكون افضل، لان الزيت لو قليل او شوية هتلاقيها احمرت من ناحية من اتجاه والناحية التانية لا، او هتبقى مش حلوة بصراحة. لكن لو الزيت كتير وهتعملي مثلا كمية كوبايتين، لا خلي الزيت كتير معاكي علشان تتحمر معاكي بسرعة. شايفين اللون الذهبي الحلو ده اهو، احنا نطلعها كده كده حلو قوي، احسن كمان ما تاخد لون غامق. عايزه اقول لكم بقى ان المقرمشات الحلوه دي حلو وحادق، يعني ما تمشيش حلو بس، لا تنفع الاتنين حلو وحادق. بتفكرني بالفنكوش، يعني اللي عارف الفنكوش هي بتفكرني بيه بصراحة، بس فنكوش بقى يعني الفرق بينها وبينه ان الفنكوش احنا بنجيبه الشكل معمول جاهز، يا دوبك بنحطه في الزيت هو بتكبر لوحدها في الزيت. دي بتفكرني بيها، يعني نفس العجينة ونفس القرمشة وكله. ده الشكل الرابع بقى هنبدأ نعمله. ما تنسوش يا بنات تحطوا لايك للفيديو، لايك الفيديو وتسيبولي كومنت حلو كده وتقولولي رأيكم فيها ايه. بالنسبة للأداة دي بتتباع على فكرة في محلات مستلزمات الحلويات، محلات مستلزمات الحلويات هتلاقوها موجودة، اسمها شباك الحبايب. قولوا لهم عايزين الأداة بتاعت شباك الحبايب. هي ليها، لو انتوا عايزين الصورة بتاعتها موجودة، لو كتبتوا على على جوجل او على اي حاجة كلمة شباك الحبايب، أداة شباك الحبايب، هتبص لقوا طلعت لكم الصورة بتاعتها، ممكن تاخدوها سكرين وتشتروا زيها بالظبط. هنبدأ بقى نعمل الشكل الرابع، اخر شكل معانا اللي هو الشكل ده. شايفين شكلها حلوة قوي، هعمل لكم برضو واقرب لكم شوية كاميرا كده علشان تشوفوا شكلها عاملة ازاي. شكلها حلو جدا، يعني جميلة قوي. ده كل ده لسه كوباية الدقيق معانا مش عايزة تخلص، يعني ما شاء الله ربنا مبارك فيها قوي، يعني عشان تعملي كوبايتين دقيق دي يعني تعمليها العيلة. شايفين ما شاء الله حلوة جدا جدا. نبدأ نقليها كده وانا ايدي دي شغالة وايدي دي شغالة، يعني اللي بلاقيها بتحمر بطلعها على طول كده واحطها معايا مع الكمية اللي معايا زي ما احنا شايفين. شايفين بتبدأ تاخد لون معانا، فالافضل ان احنا نطلعها بسرعة قبل ما تاخد معانا لون. يعني مثلا زي دي كده اخدت لون غامق شوية، ببدأ اطلعها من الزيت وابدأ اكمل بقية الكمية كلها. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، يعني ما شاء الله الكمية كبيرة قوي، ولسه معانا كمان عجينة. يعني انا بوريكم هنا ما شاء الله الكمية قد ايه، ولسه بقيت العجين معايا. شايفين شكلها حلو جدا، انا بقربها لكم هنا اهي علشان تشوفوا شكلها في الزيت عامله ازاي، جميله قوي وشكلها ما شاء الله حلو، غير طعمها لا تستاهل بجد، يعني تستاهل ان انتوا تجيبوها وتجربوها.
كده خلصنا الاربع اشكال. معلش يا جماعه انا طولت عليكم الفيديو، بس انا حبيت اوريكم التفاصيل بتاعتها ازاي واوريكم الاشكال بتاعتها. دي الكميه اللي احنا عملناها كلها، دي كوبايه الدقيق وفي شويه كمان غير دول، يعني في شويه بقى اللي هم اخر الطبق خالص. دول اللي فاضلين انا حطاهم في طبق تاني. تمام، هبدأ بقى ارصها في الطبق. شايفين شكلها حلو قوي ازاي، جميلة جدا جدا. مقرمشة على فكرة، وبصوا بتتكسر ازاي. انا هسمعكم على فكرة الصوت بتاعها دلوقتي. هبدأ ارصها في الطبق. انا بمسكها كده، في منها بيبقى عامل زي بابلز كده، في زيت. انا بمسكها بمنديل مطبخ وببدأ انشف اي زيوت فيها. والافضل ان انتي تطلعيها، انا عشان حطيتها بقى كلها فوق بعض، المفروض يكون كذا طبق لان هي كميتها كتير، وبحط مناديل مطبخ بقى كتير وابدا احطها عليها علشان تشرب اي زيوت، اي زيت فيها. شايفين الشكل ده اللي انا بقول لكم عليه؟ عجبني قوي الشكل ده، اللي عجبني جدا. اللي هو شكل الوردة برضو. وفي بقى شكل الفراشة، ده الشكل بتاع الفراشة، حلو جدا. طبعا دي معلهاش اي سكر، كل اللي عليها الفانيليا، ومش باينة قوي على فكرة يعني. بصوا الكمية ما شاء الله. بعد بقى ما حطيتها في الطبق، رصيتها كده زي ما انتم شايفين. دي الكمية اللي معانا، شايفين شكلها عامل ازاي. وده الشكل التاني والشكل التالت والشكل الرابع، هم 4 اشكال. وده طبق بقى فيه شوية اشكال تانيين بقى اللي لقيت لونهم غامق شوية والحاجات اللي زي كده. شايفين بتتكسر ازاي. دول سبتهم هنا، دول بقى هعملهم حادقين، يعني هحط عليهم اطعمة. انا معايا هنا بقى ده سكر بودرة، دي الطريقة اللي بتتقدم بيها، او شربات. ببدأ اخد شربات تقيل كده بارد، شربات بارد وتقيل، وببدأ ارش عليها. يعني ما بحطهاش في الشربات لاني انا مش عايزة شرباتها يكون كتير، يا دوبك حاجة بسيطة بس تسكرها كده. ببدأ ارشرش عليها كده شوية شربات. ده الطبق الاولاني عملته بالشربات. تمام. هي ممكن تتقدم بالطريقة دي. والطبق التاني هنبدأ نحط عليه سكر بودرة، ده الطبق التاني. هي بتتقدم اصلا يعني اغلب اللي بيقدموها بالسكر البودرة. هنبدأ ناخد بقى شوية سكر كده، ونبدأ نرش عليها السكر البودرة. انا شايفة ان دي اخف بكتير، السكر البودرة اخف بكتير من الشربات، مع ان احنا ما حطيناش شربات كتير، يا دوبك حطينا حاجة بسيطة خالص. هبدأ احط عليها بقى السكر بودرة كده. انا عايزة اسمعكم صوتها بجد مقرمشة وطعمها حلو قوي، بتستاهل التجربة يعني، حلوة جدا جدا. شايفين شكلها ما شاء الله عامل ازاي. هسمعكم بقى القرمشة بتاعتها وانا بدوقها، حلوة جدا جدا. تعالوا نسمع بقى مع بعض صوت القرمشة، بجد خطير جدا جدا جدا. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. ده اللي بالشربات، طعم حلو قوي، جميلة، طعمها تحفة. تعالوا ندوق بقى اللي بالسكر. بصوا دي اللي بالسكر، بسم الله الرحمن الرحيم. مش مستحملة يا جماعة، تكسر بسرعة. تحفة بجد. الجهاز يستاهل ان انا اشتريه، يستاهل فعلا، يستاهل. اسمه شباك الحبايب، او اسمه الوردة البيضاء، هو ليه اسامي كتير جدا جدا. طبعا ده بقى زي ما انا قلت لكم، ده هرش عليه اطعمة، طعم جبنة، طعم كاتشب، اطعمة يعني تاكلوه حلو وحادق. عشان كده كمان انا ما حطيتش سكر. اللي عجبني قوي اللي عليه سكر، اللي عليه سكر بودرة احلى، جميل. واللي عليه برضو شربات. شايفين بسم الله ما شاء الله. على فكرة في تاني غير ده كمان، يعني شوفوا يعني الكمية طالعة ما شاء الله قد ايه، حلو قوي قوي. جربوه ان شاء الله يعجبكم. وده كان الفيديو بتاعنا، اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم. زي ما انا قلت لكم انا ما حطيتش في العجينه سكر خالص، علشان خاطر كمان ما تلونش ليا الحلويات بتاعتي. والسبب التاني ان انا عايزه اعمل اطعمه، يعني اعمل شويه بقى حادقين، احط عليهم بقى طعم جبنه، طعم كاتشب، اي طعم انتوا عايزينه. بتتباع في المحلات اللي هي بتاعت التوابل والبهارات والحاجات اللي زي كده.
أتمنى يكون الفيديو عجبكم، أسيبكم في رعاية الله وانتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.